أمي قالت لي الخبز في البيت خير. أمي قالت لي إن الخبيز إن انت تقعدي تخبزي في البيت كده والدقيق ده خير في البيت وبركة. عشان كده جبت شوية دقيق وعملت شوية معجنات حلوة، وبشوية الدقيق الصغيرين هعملوا لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. عملت كذا حشوة وكذا شكل، يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف المعجنات الحلوة ديت للفطار، وكمان ممكن في العشاء في الجو الساقع ده بيحب الحاجات دي. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك على القناة ولايك وكم متابعة كمان على صفحتي على الفيسبوك. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اول حاجة معايا كيلو واحد من الدقيق. طبعا الكيلو الدقيق ده بيبقى متعدد الاستخدامات، بينفع لأي حاجة. تمام، هحطله اول حاجة معايا ايه، هحطله 4 معالق من السكر. تمام كده. وعندي هنا كيس من الخميرة الفورية هحطها، وعندي كمان هحط حوالي نص معلقة صغيرة من الملح. تمام كده. يبقى 4 معالق سكر، نص معلقة صغيرة من الملح، وكيس خميرة فورية يعني بيعادل حوالي معلقة ونص من الخميرة. تمام كده. هقلب كل المكونات الجاف ديت الأول مع بعضها، أخلطها مع بعضها. هعجن على ايديا في بولة علشان الناس اللي ما عندهاش عجان عادي تبقى الأمور عندهم سهلة وبسيطة ويعملوا كل حاجة بإيديهم. تمام. معايا هنا كمان كوباية سمنة على زيت، كوباية من السمنة على زيت. تمام. سيحتهم كده وبعدين بحطهم على الدقيق بتاعنا، وببدأ أبس بقى الدقيق بتاعي ده الأول. يعني أخلي كل حبيبة من حبيبات الدقيق تشرب من خليط السمنة اللي على الزيت ده. ده أهم خطوة معانا. فهدنا أقلب كده شوية وبعدين هبسهم لحد ما بقت رملي زي ما انتوا شايفين كده. هعجنها بلبن، لبن ده دافي. ما عندكش لبن اعجني بميه، مفيش اي مشكله خالص. تمام. حطيت اول كوبايه من اللبن، هحط كمان الكوبايه التانية. الدقيق ده خد معايا ايه، خد معايا كوبايتين ونص من اللبن. طبعا مش شرط ان تاخدوا كوبايتين ونص، ممكن ياخد كوبايتين، ممكن ياخد 3، على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. كده العجينه لمت معانا وبقت ممتازه جدا. اهم خطوه عشان نجاح العجينه ان انت تقعد تعجني فيها كتير. القرص ديت غير القرص او الكعك بتاع العيد. كعك العيد مش عايز ان انت تعجني كتير، مجرد ان انت تلمي العجينة بس متعجنيش. اما القرص العادية بتاعت الفرن العادية ديت عايزة تقعدي تعجني فيها شوية، مش اقل من 10 دقايق. لان كل ما انت بتعجني فيها هو اللي بيخلي العجينة تطلع معاكي ناجحة وايه وممتازة معانا. قعدت اعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده حوالي 10 دقايق، لحد ما اتأكدت ان العجينة بقت مظبوطة معانا ولمت معانا وبقت ممتازة جدا. تمام. طبعا الجو الفترة ديت برد، احنا في الشتاء وبرد. فالعجينة ديت الله اعلم بقى ممكن تقعد معاكي ساعة ساعتين حسب ما تخمر لان الجو برد. كده العجينة ممتازة وسمكها ممتاز. اغطي عليها بقى واسيبها ساعة او ساعتين حسب الجو اللي انت بتخمري فيها. كده بعد ما خمرت معانا بالشكل ده بخرج بس الهوا منها. بعد ما بخرج الهوا معايا هنا حشوتين. اول حشوة معايا العجوة اللي هو البلح الطري اللي بنعمله عجوة ده يا جماعة. تمام. الحشوة التانية ايه، عبارة عن قرفة على سكر، قرفة على سكر، عشان هعمل قرص بالقرفة والسكر وقرص كمان بالعجوة. خلاص. اول حاجة هنعملها معانا اللي هي حشوة العجوة. هاخد قطعة من العجينة وهفردها كده معايا، ونحط فيها حوالي ايه قطعة كده من العجوة معانا. شايفين؟ نعمل واحدة معاكم كده وهنشوف هنعملها ازاي. بفرد العجوة كده علشان تبقى رقيقة وتبقى بسمك القرصة بتاعتنا. ببدأ اقفل كده عليها، بقفل القرصة كلها، بغطي العجوة بيها وبرجع بقى افردها. واحاول ان انت تفرديها كويس جدا. انا مش عايزاها عالية، انا عايزة السمك بتاعها يكون رقيق علشان لما تيجي تختمر معانا ما تبقاش عالية اوي، تبقى سمكها كده متوسط وكويس. فبترققيها. شايفين؟ بتتفرد معانا بكل سهولة لان العجينة اختمرت وكمان كل حاجة فيها مظبوطة. ببدأ بقى ايه اعمل فيها اشكال على شكل مثلا وردة كده زي اللي احنا بنجيبها من الفران بالظبط. اسهل حاجة ليا المقص، لان انا كنت بستعمل قبل كده السكينة وكانت يعني ايه بتبقى صعبة اوي ان انتي تطلعي الشكل اللي انت عايزاه، متبقيش مالكة الحاجة زي المقص.
بقت بالشكل ده. هنعمل كمان واحدة معاكم علشان برضو أأكد عليكم الخطوة. بفردها كده وبحط قطعة من العجوة وببدأ أقفلها. بعد ما بقفلها بروح جاية ايه فردة القرصة كويس جدا. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يا جماعة يدعمني. انا عايزة الفيديو ده تشيروه عند كل اصحابكم وحبايبكم. شيروا لي الفيديو ده على اكبر عدد ممكن عندكم علشان يوصل لناس كتيرة. والقناة ان شاء الله تكبر على ايديكم والفيديو يكبر على ايديكم ان شاء الله. فكل اللي يشوف الفيديو ده يا جماعة بالله عليكم تشيروه. شايفين بقت بالشكل ده. هنعمل الحشوة التانية برضو اوريها لكم، هي بالقرفة والسكر. بجيب برضو قطعة كده بس مش بفردها اوي بقى، يعني بفرد كده متوسطة عشان اعرف احط الحشوة بالشكل ده. وببدأ اقفل القرصة كده على الحشوة، وبترجعي تفرديها السمك اللي انت عايزاه بقى. دي برضو هخليها رقيقة. بعد ما بقفلها وبأكد على القفلان عشان الحشوة متخرجش، تبدأ بقى تفرديها. شايفين بتتفرد معانا بكل سهولة. لو العجينة مختمرة معاك كويس بتبص تلاقيها بتقدر تشكلها زي ما انت عايزة، بتبقى سهلة لان اختمرت كويس. وادي الحشوة التانية. شايفين انا عايزاها السمك ده كده مظبوطة. نعمل كمان التالتة بقى هعملها سادة، مش هحشيها بأي حاجة. هعمل شوية كده سادة ما يكونش فيها أي حشوة، علشان أنا عندي في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده. فبعمل كذا حاجة علشان أنا عندي مثلا جوزي بيحبها سادة ويحب ياكلها كده مع الجبنة، بتبقى حلوة ولذيذة. وادي التالتة. يبقى احنا كده عملنا بالقرفة والسكر وبالعجوة، وعملنا كمان سادة. هسيبها تختمر كمان 10 دقايق وبعدين نرجع نشوف هندهن الوش بايه. بعد ما عدى 10 دقايق جبت هنا بيضة كاملة، وجبت كمان شوية حليب او لبن، وجبت كمان شعرة صغيرة من القرفة. لو عندك فانيليا حطي، ما عندكيش فانيليا حطي قرفة. بتضيع ريحة الزفارة وبتديها ريحة حلوة. تمام. هخلطهم كويس جدا وبعدين بروح جايه دهنه القرصة او الخليط ده، بدهنه كده بالشكل ده على القرصة. يعني ادهن كل وش القرص معانا، حتى السادة برضو هدهنها. عايزة بقى تسيبيها سادة كده مفيش اي مشكلة. عايزة بقى تحط عليها شوية سمسم او حبة البركة برضو مفيش مشكلة. انا عندي سمسم فقلت ايه احط بقى عليهم، اللي هي بالعجوة وبالقرفة هحط عليهم سمسم. اما السادة فهسيبها برضو سادة برضو من على الوش. تمام. علشان برضو تقدري تفرقي بينهم لما يجوا يستووا، تقدري تفرقي ان السادة مش عليها اي حاجة. بدهن وشها بس ومش بحط عليها لا سمسم ولا اي حاجة، بسيبها وشها كده من غير اي حاجة علشان تبقي تميزي القرص من بعضها. ادخلهم بقى الفرن يستووا معانا، وبعد ما يستووا نشوف شكلهم ايه. ادي شكلهم بعد ما استووا معانا. طرية جدا، طرية جدا بجد. شايفين زي العسل ملبن. وممتازة ممتازة ممتازة بجد. دي اللي بالقرفة اللي انا قطعاها، دي بالقرفة. يعني هتشوفها تحس انها عجوة بس دي بالقرفة. دي اللي هي السادة. شايفين طريقة ازاي وجميلة. ماشي. واللي بالعجوة طبعا معروفة عشان شكلها مميز اهي. يا رب يكون الوصفة البسيطة دي عجبتكم، وما اعملوها بقى في الجو الساقع ديت. ومتنسوش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.